السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في القناه. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكون بالف صحه وعافيه. اليوم ان شاء الله ندير معكم هاد الدوز اتاي سهل التحضير او غريبه بدون زيت. كتحضر يعني في 10 دقائق يعني بسرعه، ما كتاخذش وقت بزاف. نتمنى انها تعجبكم. ما تنساوش الا عجبتكم هاد الوصفه ديروا لايك واشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديوهات مع الاصدقاء. نديروا على بركه الله بطريقه تحضير هاد الغريبه. بالنسبه للمقادير او المكونات هاد الحلوه، كنحتاجو 2 بيضات، كنحتاجو هنا الزبده اللي هي فيها 100 غرام ديال الزبده. عندنا هنا كاس ديال السكر كلاصي او السكر بودره. عندنا هنايا كاس ديال مايزينا او النشا ديال الذره. وعندنا هنايا الدقيق، غتشوفوا الكميه اللي غنستعمل. وعندنا هنا واحد 800 غرام ديال خميره الحلوه. الطريقه هي هذه اللي غندير دابا. 2 بيضات، 2 بيضات، يعني البيض يكون عادي، يكونش بارد. الزبده حتى هي تكون خرجنا من قبل من الثلاجه. وكنديروا كذلك السكر، الزبده خصها تكون رطبه. كنعجنوا الزبده والبيض مع السكر، نخلطوهم مزيان. ومن بعد تنديروا داك مايزينا حتى كنخلطوا داك البيض والسكر مزيان مع الزبده. نحسوا بان الزبده دابا تخلطت مزيان مع البيض، نديروا مايزينا. ومن بعد نديروا واحد الكاس ديال الدقيق، ونديروا واحد الطاشي ديال الخميره. بالنسبه للدقيق ما نديروش بزاف، لان كما كتعرفوا الدقيق كيتشرب. غادي نخلطوا مزيان الدقيق هو الاول، داك الكاس الاول. الا شلنا باقي خاص نزيدوا واحد كاس. درت واحد الكاس ثاني. ومن بعد غادي نزيد واحد شويه كما كتشوفوا، واحد نص كاس. دابا درتو كامل، يعني درت واحد 2 كيسان ونص ديال الدقيق. وذلك على حسب الخليط، على حسب الدقيق اخواتي، اللي كيشرب واللي ما كيشربش. يعني العجينه ما تكونش قاصحه، تكون رطبه وما كتلصقش بزاف. يعني تتكون ملي كتجمعيها كتحس بها انها باقا رطبه ماشي قاصحه. صافي يعني كتجمع لكم ما كتلصقش، كتكون على هذا الشكل هذا. كنخليوها ترتاح واحد شويه، يعني خليتها انا تقريبا هنا واحد ربع ساعه. ومن بعد دابا درتها كبيرات، يعني غتديرها كبيره بحال الغريبه وكتحطيها ما كنبسطوهاش، تندوروها وتنحطوها في الطاوه. يعني الطريقه ديال الغريبه ماشي يعني كندوروها ونحطوها وما نبسطوهاش. يعني كنسخنوا الفران، يعني تنسخنوه 175 180. كطيب غير من الفوق هو الاول حتى كتشقق، عا باش كنشعلوا من التحت صافي. بالنسبه لهاد الكميه خرجت لي طاوه واحد شويه، يعني كميه لاباس بها. ودابا راه شعلت الفران، غندخلها ان شاء الله باش طيب. اخواتي الحليوه ديالنا او الدواز ديالنا كيجي على الشكل انه كتشقق، كتجي زوينه ومذاق رائع. وفيها داك المايزينا او النشا ديال الذره، كتخليها هشيشه وزوينه. المهم اخواتي غير طريقه تحضير الطيب ديالها، طيب من الفوق باش طيب من التحت. المهم اخواتي الا عجبتكم هذه الوصفه ديروا لايك واشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديوهات مع الاصدقاء. وبصحه والراحه. كتجي زوينه. كنديروا فوق منها السكر كلاصي حتى كتبرد. كنرشوا عليها السكر كلاصي على حسب اختياركم. شي راه طايبه من الداخل. مع السلامه اخواتي، مع فيديو جديد ان شاء الله.